الأخبار. يلا هاتي مشروبك المفضل، والنهاردة حلقة جديدة من قعدة بنات. النهاردة نتكلم عن 5 حاجات هي قاسية بس ساعدتني اني انضج. رقم 1، التزمي بواجباتك وما تمشيش على حسب حالتك النفسية او مزاجك. يعني مثلا انا النهاردة تعبانة، انا النهاردة مش قادرة، لا انا عندي مشكلة، لا انا مش هعمل حاجة. مش مشكلتك، مش مشكلتك، انتي مسؤولة. يعني انا عندي مسؤوليات ولازم اعملها، اذا كان شغل، تسليمات في الكلية، مذاكرة. اهم حاجة انتي وراكي حاجات فلازم تعمليها، لان طول ما انتي ماشية بمزاجك او نفسيتك عمرك ما هتوصلي لحاجة في حياتك. انتي محتاجة انك انتي تتحطي في الموضوع، يعني انت تبصي للموضوع ان دي حياتك ولازم تاخدي فيها خطوة لقدام وتعديها وتمشيها. يعني مش همشي على حسب حالتي المزاجية عاملة ازاي، فالنهاردة هقفل يومي على كده او هفتح يومي على كده، ده مش هينفع وده غلط. فلازم انتي تاخدي خطوة كده وتعديها وتمشي، وانتي عارفة انك انتي محتاجة ايه وورايا ايه وهعمل ايه. فأكيد كلنا طبعا هنحتاج أيام ناخد فيها بريك ونسمع لنفسنا، بس مش كل الأيام. لازم ما تنسيشي انك تسمعي لعقلك، محتاجة انك انت تسمعي لعقلك. يعني مثلا النهاردة ورايا تسليمات في الكلية، فلا خلاص مش هسلمها وهعدي الميعاد، وممكن اخد على ده الافعال اللي عملتها ده جزاء، او مثلا هنقص في الدرجات، مش مهم عشان انا كنت تعبانة وحالتي المزاجية مش تمام. هل ده صح؟ لا، احنا بنيجي على نفسنا في اوقات عشان الحياة تمشي. ماشي حبيبتي، خدي ليكي يوم، خدي ليكي يومين لنفسك، اسمعي لنفسك وخدي فيهم بريك واستمتعي باللي انت عايزه تعمليه. بس باقي الاسبوع تاخدي خطوه لقدام، تعملي لحياتك اللي المفروض تعمليه، تمشي حياتك مش توقفيها. معظم الايام انت محتاجه واكترهم انك انت تسمعي لعقلك، فما تحطيش مثلا عقلك على جنب وتسمعي لقلبك، لا النهارده انا تعبانه فهقعد في السرير، لا ما تعمليش كده. رقم 2، مش هينفع نكون الشخص اللي تمام مع اي حاجه ومع اي حد وفي اي حاجه برضو. يعني ماشي، حلو انك انت تكوني بتقولي وحلو انك انت تقولي مع الناس، بس ما تنسيشي ان الناس او صحابك هياخدوا ده انه حق مكتسب. ده حاجه انت لازم تعمليها، لو ما عملتيهاش انت كده وحشه، انت اتغيرتي، لا انت مش بتقدري. فبيبقى حق مكتسب عليهم انك انت كل حاجه تقول لهم فكده فيني انا، فين حياتي انا. فانت في اي حاجه لا لازم تقولي لو ما قلتيش انت كده وحشه، انت كده اتغيرتي، انت كده مش بتقدري. فليه؟ فانت اصلا ما تزعليش مني، انت اللي عملتي كده. لما انت ما بتحطيش لنفسك حدود، وحدود دي خلاص المفروض الواحد ما يتعدهاش، انت ما حطيتيش من البدايه حدود، فما تزعليش. ما تزعليش لما تقولي انا مستنزفه، انا مش قادره اصلا اقول لا، انا لو قلت لا هيقولوا عني وحشه، هيقولوا عني انا مش بقدر الحاجه. فانتي اللي عملتي كده، انتي لو من الاول حطيتي حدود استحاله حد يتعدى الحدود دي. رقم 3، الناس مش هتشوف قيمتك غير لما انتي تعملي لنفسك وتشوفي قيمة نفسك. يعني الاول طول ما انتي مش عارفة قيمة نفسك ومش عارفة تثقي في نفسك، ومش فيش حاجة بتعمليها انتي بتبقي مبسوطة بيها، انتي مش عارفة تقدري نفسك، انتي مش عارفة تثقي فيها ولا عارفة تشوفي قيمتك. لان ببساطة ثقتك في نفسك دي بتنعكس عليكي، ده انعكاس على اللي جواكي، الناس بتشوفه. يعني لو شافوكي انك انت بنوتة قوية، انت بتكوني واثقة من نفسك، انت كده اصلا بتطلعي طاقة ثقة، انت كده اصلا بتطلعي طاقة انك انت عندي طاقة قبول، عندي طاقة قيمة، عندي طاقة ثقة. قيمتك بتحدديها لنفسك، فده بينعكس عليكي، فالناس بتشوف لا البنوتة دي واثقة من نفسها، لا البنوتة دي عندها حدود، لا البنوتة دي ليها قيمة. فانت اللي بتحطي ده لنفسك، فانت اصلا اللي بتسستمي حياتك تبقى عاملة ازاي وماشية ازاي. فما تجيش تقولي ليه الناس بتعاملني كده، ليه الناس بتيجي عليا. طب ما انت اللي ما حطيتيش لنفسك، انت مش من جواكي مهزوزة، من جواكي مش عارفة تعملي حاجة، فده طالع عليكي.
انت بتصدريه كده الطاقه مثلا انا مش واثقه من نفسي، بتطلع انك انت لا البنت دي مش واثقه من نفسها. غير خالص لما انت تكوني حاطه لنفسك حدود وحاطه لنفسك ثقه وانك عندك قيمه لنفسك، كله ده بينعكس عليكي، فالناس تقول لا استوب معاها، لا دي عندها قيمه، لا دي عندها ثقه في نفسها. رقم 4، في نسخة منك لازم تموت علشان النسخة الأقوى منك تتولد. يعني اسمحي للنسخة الأقوى بالظهور وبالتغيير ودفن كل العادات السيئة وتبديلها لعادات جيدة. يعني انتي كل عادة عندك وحشة، كل عادة عندك انتي بتحسي انك انا بضيع مثلا طول اليوم على الفون، انا مش بتقدم، انا واقفة في مكاني. فالعادات الوحشة اللي بتعمليها دي تقدري انك انت تعكسيها، اي حاجة اعكسيها للافضل على طول. اسمحي لنفسك انك انت تعدلي حياتك، اسمحي لنفسك انك انت تقلبي كل حاجة شايفاها انك عايزة اغيرها غيريها، عشان تعرفي توصلي للنسخة الصح والنسخة الاقوى منك، والنسخة اللي انت قادرة انك انت تواجهي بيها وتعدي بيها من ازمات كتيرة جدا بتبقى واقفة معاكي في حياتك. رقم 5، انقذي نفسك. محدش هينقذك طول ما انتي ما بتنقذيش نفسك، طول ما انتي عاملة انك انتي الضحية. انا ضحية الظروف، انا ضحية المجتمع، انا ضحية، انا محدش حاسس بيا، انا مش محدش هيحس بيكي. ماشي تمام يا حبيبتي انتي الضحية، وبعدين مين هيجي وينقذك؟ محدش هيجيلك ويحللك مشاكلك، محدش هيجي وينقذك. لو انتي ما قمتيش وانقذتي نفسك محدش هيجي ويحللك مشاكلك، محدش هيجي ويقومك. انتي حلي مشاكلك بنفسك، انتي المسؤولة عن نفسك، انتي بس المسؤولة انك انتي تحلي مشاكلك، انت المسؤولة انك تنقذي نفسك، انت المسؤولة انك تتغيري للأحسن، انت المسؤولة انك تاخدي كل الأوجاع والآلام اللي كل الظروف اللي عديتي بيها وبتمر بيها تحوليها لنقاط قوة وتكملي بيها حياتك، تحوليها لنقاط قوة عندك. ايوه انا مريت بكذا وكذا وكذا، وتجمعيهم وتخليهم دول سبب نقاط القوة بتاعتك، وتعيشي حياتك، تعيشي حياتك وانتي مبسوطة، تعيشي حياتك وانتي قوية، وتعيشي حياتك وانتي واثقة من نفسك. كده نكون انتهينا. متنسوش يا امارات تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس.